اليوم راح نبدا معاكم واحد قصة راهي دايرة ترند، يعني راهي دايرة ضجة في التيك توك، في مواقع التواصل الاجتماعي. هذه القصة هذه أنا يعني أثرت فيا بزاف واحد الدرجة ما تصبروهاش. هذه القصة هذه قصة يقال أنها واقعية، قصة سبأ ونبأ. أنا أول مرة نسمع يعني باسمين تاع بنات سبأ ونبأ. المهم، اللي حكاتها هذه الحكاية هذه فتاة من الغرب الجزائري، تقول أنا نبأ من الغرب الجزائري، من مواليد 1977. تقول صاحبة القصة يعني نبأ، اللي هي نبأ، أمي فلسطينية وأبي جزائري. الزوج زواج تقليدي. جابت أمي، يعني جابوا زوج ولاد وزوج بنات. أمي كانت تقرأ يعني أمي آية في الجمال، يعني مش كلام برك، ولكن أمي كانت آية في الجمال. راح نبدا لكم حكاية سبأ ونبأ بطريقتي الخاصة، وإن شاء الله تعجبكم. في هذه الحكاية هي حكاية سبأ ونبأ، لعنة الحسد التي قتلت النور. في قرية صغيرة في الغرب الجزائري، حيث البيوت البيضاء تتناثر كحبات الملح ونسيم الصباح يحمل رائحة الخبز الساخن، ولدت في ليلة ممطرة توأمان هذوما سبأ ونبأ. كانت القابلة يومها تقول لأمي: يا مباركة، لديك بنتين كالقمر، هذه عينها تضحك وهذه عينها تبكي. لماذا يا ترى؟ قالت القابلة هكذا. ومع مرور السنوات اتضح أن كلام القابلة كان نبوءة مبكرة. سبأ الجميلة التي تشبه أمها في كل شيء، خفيفة الروح، وجهها مشرق، ابتسامتها تجيب الراحة كما يقولوا. نبأ هادئة، كثيرة التفكير، تميل للعزلة، تحب تكتب وترسم في غرفتها. نبأ كانت يعني تشبه أبيها لدرجة كبيرة، أما سبأ كانت تشبه أمها الفلسطينية لدرجة أكبر. ورغم أنهما توأم، إلا أن الناس كانوا يقولون دائما سبأ تشبه النهار، ونبأ تشبه الليل. ولم تنتبه الأسرة أن الليل مع الوقت أصبح يحسد النهار. كانت تقول حتى أنه في المدرسة كانت سبأ ديما هي الأولى، تحصل على الجوائز، المعلمات يمدحنها والكل يريد الجلوس قربها. أما نبأ فكانت دائما الثالثة أو الرابعة. ليست سيئة، لكنها كانت تعيش في مقارنة دائمة، وفي كل مرة تنجح فيها سبأ تبتسم لنبأ، لكن قلبها يحسر نفسه عسرا. ذات يوم سمعت نبأ صديقتين في القسم يتحدثان. الأولى سبأ ما شاء الله حتى جمالها زايد، جمالها يعني لا يوصف. الثانية وأختها وايش اسمها نبأ، هذه ديما ساكتة، تحسها لا مرئية. كانت هذه الجملة تغرز في قلبها مثل السكين، يعني مثل السكين في صدر نبأ. ومنذ ذلك اليوم بدأت تنظر إلى سبأ نظرة مختلفة، لم تعد ترى فيها أختها، بل ترى المنافسة التي تتفوق عليها بلا مجهود. وهنا بدأت الحكاية. الغصة هذيك اللي في قلب نبأ راح تتحول لحاجة أخرى خلاص. يعني في هذه القرية كانت تعيش عمتهم سهيلة، امرأة غريبة الأطوار، لم تكن تزور أحدا، وكانت الناس تتهامس عليها في الأسواق باللي راهي تسحر الناس وعندها يد في الباطن. نبأ كانت تعرف هذا الكلام جيدا، وفي لحظة ضعف، لحظة كسر داخلي، وجدت نفسها تتجه نحو بيت العمة.
كان البيت يقع في أطراف القرية، معزول تحيط به أشجار الزيتون، معمرة وكأنها تحرس أسرارا قديمة. طبطبت عليها بواحد الخوف وواحد الرجفة شديدة. فتحت العمة الباب بوجه شاحب وابتسامة غريبة. سهيلة، كنت نعرف راح تجيني كاش نهار. وش عندك في قلبك يا نبأ؟ ترددت نبأ ثم قالت بشجاعة مزيفة: بغيتك تساعديني يا عمتي. رفعت العمة حاجبها. نساعدك؟ علاه نساعدك؟ باش تكوني مثل سبأ ولا باش تكوني أفضل منها؟ هنا انهار جدار الصمت، وكأن العمة تعرف كل شيء. نبأ بصوت منخفض: كنت نتمنى تتساوى الأمور، يعني يكون عدل بيناتنا، كيفي كيفها، ما تبقاش هي اللي الفوق وانا اللي لتحت. ضحكت العمة ضحكة ساخرة وضحكة مخيفة في نفس الوقت. سهل بزاف، أما النتيجة غالية يا نبأ. لم تفهم نبأ معنى غالية، لكنها وافقت. ليلة كاملة قضتها مع العمة في غرفة مظلمة. شموع سوداء، دخان، رائحة غريبة، وصوت العمة يقرأ كلمات غير مفهومة. كانت نبأ تشعر أن شيء يخرج من قلبها، وكأن الغيرة تحولت إلى مادة سوداء تحيط بها. في نهاية الطقوس ناولتها العمة شيء يشبه خيط الشعر مربوط في تميمة سوداء، وقالت: من هذا النهار ما راح تبقى حياتكم كما كانت. كان في صوتها نبرة نذير الشؤم، لكن نبأ كانت عمياء بالحسد. ومنذ تلك الليالي بدأت سبأ تتغير، بدأت حالتها تتدهور. في البداية تغير مزاجها، أصبحت سريعة الغضب رغم أنها كانت هادئة. ثم بدأت صحتها في تدهور شديد، آلام حادة في الرأس، دوخة مستمرة، كوابيس مخيفة، فقدان الشهية، شحوب في الوجه. زوجها عمر لاحظ الأمر وقال ذات ليلة: سبأ، لا تخوفيني، راكي تتغيري بطريقة ما هيش طبيعية، نخاف برك يكون سحر. نظرت إليه بعينين دامعتين: ما نعرف، لكن كل شيء فيها يوجع. عييت نحاول نتحسن، ما قدرتش، راني غير نزيد نمرض. قرر عمر أن يحضر راقي معروف في المنطقة. جاء الراقي مساء، رجل وقور إمام يحمل معه زيتا وزهر مسك. قال لها: راح ندهنك بالزيت ونقرأ عليك ما تيسر من القرآن، وكي نكمل قوليلي واش راكي تشوفي. بدأ يقرأ وصوت تلاوته كأنه يضرب شيئا مخفيا داخل جسدها. سبأت، اهتزت، تقيأت، ثم شهقت بقوة. عيناها انقلبت إلى الأعلى، وفجأة بدأت ترى صور نبأ وصورة العمة، صورتهما وهما تصنعان تمائم ودوائر سوداء، صورتهما وهما تذكران اسمها. قلبها كاد أن يتوقف، لكن لما انتهى الراقي سألها زوجها: عمر، سبأ وش شفتي؟ هزت راسها بسرعة: والو، ما شفت والو، لكن الخوف يمسكها من رقبتها، لم تستطع قول الحقيقة. مرت أيام وأيام. نبأ كانت تتعذب داخليا. رأت أختها تتدهور صحتها وتتألم. شعرت أن يدها غارقة في دم روح سبأ. ذات مساء هطلت أمطار قوية، لم تستطع نبأ تحمل تأنيب الضمير. خرجت في تلك الأمطار وذهبت إلى بيت سبأ، طرقته بقوة. فتحت لها سبأ وهي بالكاد تقف. نبأ تبكي.
سبق لازم نهضر معاك، ما نقدرش نسكت أكثر وأكثر. أنا اللي اقترب عمر غاضبا. قولي واش درتي، اهدري، اتكلمي، واش درتي. صرخت نبأ. أنا وعمتي سهيلة سحرناها. شكون سحرته؟ سحرنا سبأ. سقطت الكلمات مثل القنبلة. سبأ تجمدت، ثم جاءت دمعة واحدة سقطت ببطء على خدها. سبأ بصوت مكسور: علاش درتي هكا؟ انهارت نبأ على ركبتيها. كنت غير منك، كنت نحسك خير مني، كنت نحس روحي غير موجودة، كنت نتمنى نكون كيفك، ما كنتش نتصور الأمور توصل لهذه الدرجة، سامحيني. قلت لها سبأ: أنا كنت نعرف باللي انتي اللي سحرتيني، انتي وعمتي، لأنه شفتكم أول ما رقاني، شفتك انتي وعمتي تسحروا فيا، لكن الوقت كان قد تأخر. بعد الاعتراف ازدادت حالة سبأ سوءا. الأطباء أخبروا عمر المرض انتشر بطريقة غير مفهومة، كأنه كان ينشط منذ مدة. عندها سرطان خبيث، وضعيتها معقدة. كانت الأخبار مثل الصاعقة. سبأ في سريرها الأبيض بالمستشفى ترتدي جهاز التنفس. نظرها أصبح ضعيفا. دخلت أمها تبكي: يا بنتي، يا زهرتي، يا جميلتي. ابتسمت سبأ رغم الألم: ماما، راني نحبكم كامل، وما نحب حتى واحد يتعذب بسبابي. وفي لحظة هدوء أمسكت يد زوجها وقالت: عمر، قول أختي راني سامحتها من قلبي. ثم أغمضت عينيها وخرج آخر نفس منها. ماتت سبأ، ماتت الجميلة. عم الحزن في وسط القرية. كانوا الناس يبكون لأنها كانت قطعة نور بعطفها ولطفها وجمالها. أما نبأ فلم تعد قادرة على رفع رأسها. أهلها تبرأوا منها بالكامل. الناس طردوها من بيوتهم، حتى العمة اختفت وكأن الأرض ابتلعتها. كانت نبأ تعيش وحدها في غرفة مظلمة، وبجانب سريرها صورة سبأ تبتسم. كل ليلة تجلس على الأرض وتقول بصوت مخنوق: سامحني يا رب، سامحيني يا سبأ. أنا اللي قتلت أختي، أنا اللي قتلت فرحتها، أنا اللي طفيت نورها. لم يسجنها أحد، لم يضربها أحد، لكنها كانت مسجونة في ضميرها، وهذا أشد أنواع العقاب. هذه ليست مجرد قصة، هذه الحكاية هي رسالة. الحسد يبدأ بنقطة صغيرة، لكن إذا تركناه يكبر يتحول إلى لعنة كبيرة، وهذه اللعنة تقتل صاحبها. قبل أن تؤذي غيرك فكر. سبأ رحلت ونبأ بقيت تعيش عذابا أبديا.